عشان غسيلك يطلع نظيف جدا وتحافظي على غسالتك وتعيش معاكي فترة أطول، اسمعي الفيديو ده. انقعي الهدوم البيضة ليلة كاملة أو 3 ساعات على الأقل في ماء ومسحوق غسيل، هتفرق جدا وهتشيل البقع. شوفي كده البقع بتختفي بسهولة، جربيها وهتشوفي النتيجة. لو عندك حاجة جينز جديدة انقعيها الأول في مية وخل، اللون هيتظبط. هاتي الجينز الجديد وحطيه تحت الحنفية وخلي المية والخل يثبتوا اللون. لو عندك بيبي صغير اغسلي هدومه لوحدها، عشان بشرته حساسة لازم نحافظ عليها. هاتي هدوم البيبي الصغيرة وحطيها في الغسالة لوحدها. اوعي تحطي مسحوق الغسالة العادية في الغسالة الأوتوماتيك، ده هيضر الغسالة ومش هينضف كويس. بلاش تشغلي الغسالة وانتي بره البيت، لأن ممكن المية تقطع وده غلط على الغسالة. فتشي في الهدوم كويس قبل الغسيل، عشان لو فيها دبوس أو أكسوار ممكن يقطع كاوتش الغسالة. شوفي لقيت دبوس هنا، والغسالة لو اتخرمت هتبوظ. بعد ما تخلصي غسيل سيبي الغسالة مفتوحة حوالي 10 دقايق للتهوية. هعمل كده قدامكم عشان تشوفوا. بس كده أسيبوها مفتوحة، ده بيمنع الروائح الكريهة. من تنسيش دورة الخل كل شهرين، إزازة خل كاملة في درج المسحوق، ودرجة حرارة المية تكون على 90. بالطريقة دي هتحافظي على غسالتك نظيفة ومتنسوش تصلوا على النبي. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك واشتركي في قناتي وصفاتي مع ريهام.